اهلا بكم في مهندس الملخصات، واليوم جايب لكم ملخص فيلم جديد بعنوان سيستر اوف ماين. بس قبل ما نبدا يا ريت تنزل تشترك بالقناه وتترك لايك للفيديو لتشجعنا وتشجع القناه تكبر، وعلشان تكبر عائلتنا بوجودكم يا مهندسين. وبدون ما اطول عليكم يلا بينا. بيبدا فيلمنا برجل وبنت مسافرين مع بعض بقطار، وبكون الرجل اسمه اوليفر ومهنته صانع افلام، بينما البنت اللي بحده بتكون حبيبته وخلينا نسميها جينا. وبيصحى الرجل وبيغسل وشه، وبعدها بيشوف بالقطار صحفي عاوز يعمل معاه مقابله عن فيلم اوليفر القادم، وبيكون اوليفر يتكلم معاه، وفجأة بتيجي حبيبته، فأوليفر بيطلب منها ترجع لمقعدها، فبتعصب جينا وبترجع لمقعدها. وبعدها بنشوفهم بالبيت، وبتكون جينا بتاخذ شاور بينما أوليفر بيتفرج أفلام تشوك تشوك على الإنترنت. وفجأة بينصدم أوليفر لما يشوف أخته اللي اسمها أورا بوضعيات حرجة على أحد المواقع، وبيبدأ أوليفر يفكر بأخته أورا، فبروح وبزورها بشقتها بالمدينة. وبتكون أورا تتجهز لتطلع مع حبيبها، بس بتكتشف إنه أخوها أوليفر عندها بالشقة بيستناها، فبتفرح أورا لما تشوفه لأنهم ما شافوش بعض من وقت طويل. وبيطلع الاثنين بالسيارة، وبتسأل أورا أخوها أوليفر عن السبب اللي خلاه ما يتواصلش معاها كل هالفترة، فبيحكي لها بأنه كان مشغول جدا بلوس أنجلوس. وبعدها بروح الاثنين عند بيت أم أورا اللي تبنتها قبل سنين، وبيعتذر أوليفر من أخته أورا لأنه مش عاوز يدخل لبيت أمها اللي تبنتها، فبتحكي له يستخدم سيارتها لأنها هي حتستخدم سيارة أمها. فبياخذ أوليفر مفتاح سيارة أورا وبيوعدها بأنه حيطلع معاها الليلة ليتعشوا سوا. وبالليل بيستمتع أوليفر وأورا وأصحابهم بالعشاء، وبالليل بيكون أوليفر يفكر بأخته، وفجأة حبيبته جينا بتتصل عليه، بس هو بكفل الخط بوشها لانه مش رايق لها. وباليوم الثاني اورا بتزور اخوها اوليفر وبتقص له شعره، وبيسال اوليفر اورا عن حبيبها، فبتحكي له بانه جيد جدا. وبعدها اوليفر واورا وام اورا بيجلسوا وبياكلوا مع بعض، وبعدها بنشوف ام اورا بتتكلم مع اورا بالسياره، وبتحكي لها بانه اخوها اناني لانه دائما بيدخل بحياتهم وبيطلع منها فجاه مثل الشبح تماما. فبتدافع اورا عن اخوها وبتحكي بانها حتطلع معاه وتخليه احسن. وبعدها بتستلم اورا طرد بريدي، فبتاخذه وبتروح لغرفتها لتفحص ايش فيه. وبعدها بنعرف انه أوليفر علق كاميرا خفية بغرفتها وبانه براقبها بالسر. وبشوف أوليفر أخته أورا مع حبيبها كارلوس بالغرفة، وبكون كارلوس عاوز يعمل تشوك تشوك أح مع أورا بس بترفض، وبتحكي له بانها حاليا مش رايقتله لأنه دائما بيعمل معها تشوك تشوك أح بنفس الطريقة مثل الروبوت. فبعصب كارلوس وببعد عنها. وبعدها بتروح أورا على حفلة، وهناك بتحكي لها صاحبتها بانه أخوها أوليفر وسيم. وبعدها بيتصل أوليفر عليها وبيحكي لها بانه برضه بحفلة، وبيدعوها لتيجي ليقضوا وقت سوا. فبتحكي له بانها ما بتقدرش تترك الحفلة اللي هي فيها، وبتحكي له قديش عاوزة تكون معاه. وبعد الشرب بتروح أورا لترقص مع حبيبها كارلوس اللي بيكون عاوزها تسلم نفسها ليه تماما، بس أورا بتحاول تبعده عنها قدر الإمكان. فبعصب كارلوس منها وهي بتعصب برضه وبتتركه وبتطلع من الحفلة، وبتروح مباشرة لأخوها أوليفر، ولما يشوفها بيحضنها وبيكون سعيد جدا، وبيشربوا مع بعضهم وبيرقصوا برضه، وبيحشش الاثنين وبينجنوا على الآخر وبيبوسوا بعض وكأنهم مرتبطين مع انهم إخوة. وبيرجع أوليفر لبيته بشاهد أخته من الكاميرا اللي مركبة بغرفتها، وبيتصل عليها وبيطلب منها السماح للي صار بينهم اليوم. فبتحكي له ما فيش مشكلة، وبتحكي له برضه بينها بتشعر بالقلق لأنه الامتحانات قربت. فبيحكي لها أوليفر إنها تستمتع بحياتها وما تخليش أي شيء يعكر مزاجها، وبتحكي له بأنها حاولت تتصل فيه مرات عديدة وبينها بالآخر وقفت ظنا منها إنها بتزعج أخوها. فبيحكي لها أوليفر بأنه أخوها وبأنها بتقدر تتصل فيه متى شاءت. وبعدها أورا بتروح تنام، وباليوم الثاني بيكون أوليفر يتحمم وبدق حد على باب بيته، فبروح ليفتح الباب وبتكون أخته أورا، فبدخلها لشقته وبيحكي لها بأنه مبسوط بشوفتها، وبيحكي لها شو رايك نطلع ناكل سوا. فأورا بتوافق، وبينما أوليفر بيلبس بتمسك أورا كاميرا أخوها أوليفر وبتشوف عليها شريط فيديو مسجل لبنت صغيرة بدون ملابس. وبعدها الاثنين بيروحوا لمطعم، وبتحكي أورا لأخوها بأنها تركت حبيبها كارلوس وبأنها ما بتحكيش معاه حاليا، بس مش عارفة كيف حتعترف له بأنها عاوزة تتركه. فبشجعها أوليفر تحكي له إنها عاوزة تنفصل عنه، فبتحكي له بأنه الموضوع مش بهالبساطة لأنه حيزعل جدا. فأوليفر بيضطر الجو شوية وبيخليها تضحك. بعدها بتسأله عن حبيبته، فبيحكي لها بأنه لوحده حاليا. بعدها بتسأله عن البنت الصغيرة الموجودة بالكاميرا، فبيحكي لها بأنه هذه هي حبيبته لما كانت صغيرة. فبتسأله ليه خلى فيديو مثل هيك بالكاميرا، فبيحكي لها بأنه بحب هذا الشيء. فبتبتسم أورا لأنها بتحب هذا النوع من الرجال مش روبوتات مثل كارلوس. وبعدها بياخذها كارلوس لبيته وبوريها الفيديوهات اللي صورها لها بالسر. فبتعصب أورا وبتسأله عن السبب، فبيحكي لها بأنه كان دائما يصورها. فبتصرخ بوشه وبتحكي له أنا أختك كيف بتعمل فيني هيك. فبيحكي لها أوليفر شو يعني ليه ما أصورك. فبتعصب أورا أكثر وبتطلع من عنده. وباليوم الثاني بتكون أورا تسترخي بالشمس مع صاحبتها بالحديقة اللي بتحكي لها بأنها بتخطط تعمل رحلة بالطبيعة. فأورا بتحكي لها بأنها ما بتتكلمش مع كارلوس حاليا، فبتحكي لها صاحبتها إنها تجيب أخوها أوليفر ليكملوا العدد للرحلة. فبتوافق أورا. وبالليل أورا بتكتشف الكاميرا اللي مركبها أوليفر بغرفتها بس ما بتشيلهاش من مكانها. بدلا من هيك بتجيب كارلوس وبتعمل تشوك تشوك أح قدام الكاميرا وقدام أخوها. وباليوم الثاني بيروحوا كلهم لرحلة الطبيعة وكل حاجة زي الفل. وبتروح
وبتروح اورا لتقضي حاجتها، وبعد شويه بيقوم اوليفر وبيلحق اخته اورا وبيمسكها وبيكون معصب منها جدا، فبتدفعه اورا عنها وبتصفعه، وبيصرخ عليها اوليفر وبيسالها ليش تركت الكاميرا لما شفتيها؟ هل كنت عاوزاني اتفرج عليكي وانت بتخبصي مع حبيبك؟ بعدها اورا بتبوس اخوها وبيعملوا تشوك اح، وبيجي واحد من اصحابهم يدور عليهم وبشوفهم هم يعملوا تشوك اح، وبالاخر بيجهزوا اغراضهم وبيغادروا المكان مع انتهاء الرحله. وبالطريق بالسياره بتكون اورا بتفكر بالفعل المحرمه اللي سوتها مع اخوها اوليفر، وفجاه بتطلب منه انه يوديها للبيت، ولما ترجع للبيت امها بتشوفها وبتبدا تضرب فيها وبتمسكها من شعرها وبتحبسها بغرفتها. هذا لانه كارلوس اتصل فيها وحكى لها انه بنتها نامت مع اخوها اوليفر. وبنشوف اوليفر بعدها بيدخل لبيته، وفجاه بيظهر كارلوس بحديقه اوليفر وبيكون عاوز يقتله، وبيدخل كارلوس غرفه اوليفر وبيضربه بالعصا وبرضه بيكسر له كاميرته. وباليوم الثاني بتكون اورا بالكليه وبيكون اصحابها يتنمروا عليها من وراها وبيحكوا عنها بانها بتعمل تشوك اح مع الكل حتى مع اخوها، فبتعيط اورا. وهون اوليفر بيجيب بروجيكتور جديد ليتفرج على اورا وبيتصل عليها، بس امه بتكون ماسكه الجوال وبتحكي له بانه يبعد عن اورا وبتوصفه بالمنحرف وبانه لو شافته حتقتله. وبعدها بتروح الام لتتكلم مع بنتها بينما اوليفر بيتفرج عليهم من كاميرا تانية مركبها، فبتحكي لها امها بانه اخوها اوليفر بيستخدمها. فاورا بتحكي لها بانها راشده وبانها حره تسوي اللي عاوزاه وبانها عاوزه تروح للوس انجلوس معاه، فبتحكي لها امها بانها مريضه نفسيا لانها عاوزه تعمل علاقه مع اخوها. وباليوم الثاني بنشوف اورا بتلعب تنس بغضب شديد وبتوديها امها على دكتور نفسي لانها بتعتقد انه بنتها عندها مرض عقلي، فبيسالها الدكتور عن اوليفر وبيحكي لها بانها عباره عن تحدي بالنسبه لاوليفر، وبانه اوليفر بيحب يكسر الخطوط الحمراء وبانه بيعتبر اورا واحده من الخطوط الحمراء. وبالطريق للبيت بتحكي الام لبنتها انه اوليفر مريض نفسي وبتامرها تبعد عنه، بس اورا فجاه بتطلع من السياره وبتهرب من امها. وبتروح اورا لبيت اخوها اوليفر وبيسالها ليش ما بتردش على الجوال، فبتحكي له اللي حصل معاها. وبتكتشف اورا وجود صاحبتها عند اوليفر فبتتقاتل معاها، وبتحكي اورا انه اخوها مريض عقلي لانه عمل تشوك اح مع اخته، وبتحكي له انه مظلم من الداخل ودايما خاين وبانه هذا هو السبب اللي بخليه وحيد دايما، وبتطلب منه انه يتركها للابد وبتطلع من بيته. وبالليل بتقعد اورا امام الكاميرا وبتخلع ثيابها وبتمسك الكاميرا وبتقلبها علشان اوليفر ما يقدرش يشوفها. ولهون بيخلص ملخص فيلم سيستر از ماين. اشترك بالقناه يا صديقي، فعل زر الجرس واترك لايك للفيديو لتدعم نمو القناه واستمرارها. وبس، كان معكم اخوكم عرسان من قناه مهندس الملخصات.